بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نرحب بالاستاذ الفاضل الاستاذ التحليشي محمد بجزيره من أعمدة اللغه والادب عرب الجزائر. تفضل. مرحبا بالجميع، وسعيد انا بتواجدي في هذا الملتقى في جامعه الازرق، واشكر بالمناسبه السيد رئيس الجلسه على ادارته وعلى تحمله لتجاوز بعض الزملاء، ولا اريد ان اتجاوز اكثر من ذلك. فبالنسبه لي مداخلتي كانت حول السرد الصحراوي وأدب الرحلة، دراسة في رحلة تندوف في زمن الكورونا للرحالة الجزائري عبد القادر المسكي، الذي كانت له مداخلة في أول يوم في هذه الملتقى، وهو حاضر معنا في القاعة. هذه الورقة أريد أن أتناول فيها بعض المواطن التي صورها الرحالة في رحلته. فهو أول ما أريد أن أتحدث عنه هو مناسبة معناها الظرف الذي تمت فيه برمجة هذه الرحلة. وقد وصفها هو بنفسه حين قال أنني قررت أن أقوم برحلة جنونية، كيف لا، وهي في زمن الكورونا. وانطلاق هذه الرحلة كانت من آخر يوم أعلنت فيه الجزائر عن إغلاق وتوقيف النقل، وصادف ذلك اليوم هو يوم الجمعة. فبمجرد ما علم الرحالة بأن يوم الجمعة هو آخر يوم لاستغلال النقل بمختلف وسائله جوا وبرا، قرر أنه يباشر هذه الرحلة من أجل أن حتى لا يمر عليه الوقت، لأنه إذا تجاوز يوم الجمعة لن يجد حافلة تنقله إلى تندوف. فكانت آخر حافلة تخرج من المحطة متجهة ليس إلى تندوف، وإنما عبر المكان وانتقل وباشر في هذه الرحلة. ثم يروي كذلك من الظروف التي لاقاها في هذه الرحلة ما تداول كما هو معلوم بالنسبة لجميع السادة، أن الخوف كان كبيرا من كل من يركب معه أو يصافحه. معلوم أن في تلك المراحل لا رد في تلك الفترة لا ردها الله، كان هناك توصيات من مختلف الجهات بعدم التقارب، وغلقت المساجد ومنع كثير من الأمور التي كانت معتادة بالنسبة لي للناس. فمنع السلام ومصافحة باليد، المقصود بالسلام المصافحة باليد. منع كذلك التقارب، حتى أنه حدد حتى في المساجد بمتر. ثم غلقت المساجد في ذلك كما هو معلوم بالنسبة للسادة. رحلة تندوف في عام 19 و2000 اكتشف نوع جديد من فيروسات كورونا تسبب في تفشي مرض كان منشأه الصين، يعرف الفيروس بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، واصطلح عليه بكورونا.
كوفيد 19. في مارس 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا قد أصبح جائحة عالمية خلال هذه الفترة. كان الرحالة الجزائري قاسم مسكين قد قرر خوض مغامرة فريدة أقل ما يمكن وصفها به أنها مغامرة جنونية على حد قوله. اختياره للزمن كان عجيبا، وأعجب منه برمجتها في ظرف وجيز وفي زمن شهد انتشار الوباء الذي رمى بظلاله وحبائله على مختلف أصقاع العالم. كيف لا، وقد فقد العالم قوافل من الضحايا هلاكا بسبب كورونا. اضطر بلدان العالم إعلان حالة استنفار وإجراءات شديدة وقاسية من أجل التقليل من الانتشار وإنقاذ ما أمكن من الأرواح التي يخشى عليها. كما سنت الدول الإجراءات احترازية بغية الحد من الانتشار الذي تميز الوباء بسرعته فيه، وفرضت ما عرف بالحجر الصحي الذي جعل الناس تلزم منازلها ولا تبرحها، غير أن تلك الإجراءات لم تجدي نفعا، واستمر الوباء يحصد الأرواح وبأعداد مهولة التي أغلقت البلدان حدودها ومنعت الرحلات الداخلية والخارجية، وأغلقت حتى المدارس لشهور. ضف إلى ذلك الدعوة إلى الحد من التواصل بين الناس، فمنع التصافح والتزاور، وأكثر من ذلك أغلقت حتى المساجد ومنعت صلاة الجمعة والجماعة. كل هذا لم يثني هذا الرحالة عن تنفيذ رحلته التي باشرها في وقت عصيب، الوقت الذي أعلنت فيه الجزائر إيقاف الرحلات الداخلية البرية، وأعلن يوم الجمعة 20 مارس 2020 كآخر يوم لها. فكانت آخر رحلة برية هي انطلق الرحالة في رحلته التي اختار وجهتها لتكون نحو الصحراء، وانتخب من الصحراء مدينة وولاية تندوف. وكان مسار الرحلة انطلاقا من مسقط رأسه مرورا بالمحجن بأرزيو، مرورا بالمحجن، ومن أمام بيت والده الذي لم يمانع رحلته وزوده بالدعاء وهو خير الزاد، ومنه إلى وهران. وهنا ذكر مسار الرحلة، كل معنى خط الرحلة عبر الطريق الوطني العابر من أرزيو 3 دقائق. إذا ذكر لنا هذه المسار هذه الرحلة، وعرفنا في هذه الرحلة. تجاوز ندخل في الجانب التطبيقي. بالنسبة لي المشاهد التي صورها لنا، وقف على بعض المناطق في تندوف، أذكر منها دويرية أهل العبد، وهذه والدويرية كما هو معلوم نسمي ما يقابلها في توات في أضرار هنا القصبات أو القصبة. دويرية أهل العبد شيدها كبير القوم العبد الرمضاني الجكاني القرن التاسع عشر. بنيت الطوب أو الركن كما يسميه أهل تندوف، تماما مثل القصبات المشهورة بتوات. تشتمل على عديد المخطوطات التي انبرى لها الباحثون من خلال التواصل مع بعض السادة من معارف في تندوف. انبرى لها بعض الباحثين من أجل تحقيقها. كذلك وقف عند وبالنسبة لدويرية أهل العبد من الأماكن أو من الأمور التي ذكرها فيها، يوجد بئر الخطار والذي يقابله في توات الفقار
الذي يقابله في تواتر الفقارة وهو شكرا أستاذ أحمد. سهل. نذكر أن 10 دقائق هذه قد اكتملت وأن الحديث لا يكتمل إن تركنا المجال مفتوحا. شكرا بارك الله فيكم. شكرا بارك الله.